طفلي بيعاني من السمنة ومسببة له صعوبة في التنفس ومشاكل في العضلات، وأكتر من كده كمان تنمر كل أصحابه عليه سواء في المدرسة أو في أي حتة بيخرج فيها. يا جماعة التنمر مشكلة كبيرة ومرفوض بشكل عام، وإحنا اتكلمنا كتير عن التنمر وقلنا إن ده بيسبب مشاكل نفسية كبيرة عند الأطفال وعند كمان أهالي الأطفال. بس الحلول موجودة، فلازم نبدأ ناخد إجراء في هذا الاتجاه، إن إحنا نبدأ ناخد ابننا نعمل له دعم نفسي، ونعمل له كمان شكل معين من أشكال التغذية عند متخصص في التغذية يحاول يخلّصه من مشكلة السمنة دي، والحلول متاحة ومش صعبة، هنقضي بيها على مشاكل الطفل من حيث شكله، هنغيّر طريقة مشيه، هنغيّر طريقة حركته، هنزوّد من ثقته في نفسه، هنقلل له مقاومة الأنسولين، صحيًا هيكون في أفضل حال، هيبعد عن التنمر كتير، هيبدأ يحب نفسه أكتر، هيدّي أكتر في كل المجالات، وهيمارس حياته من غير ضغوط نفسية أو عصبية. وإحنا هنا في مركز الورداني للعلاج الطبيعي بنحط بروتوكولات مخصوصة للأطفال، ما بيبقاش من ضمنها إن إحنا نحط حرمان شديد للطفل، فبالتالي بيحب الدكتور وبيثق فيه، وبنعمل زي مكافأة كده أسبوعية للطفل بحيث إن إحنا نشجعه ونحفزه بشكل أكتر إن هو يكمل في الدايت. ما نحطش فيه حرمان، ما نحطش فيه يعني أدوية، لأن مش مستحب أبدًا نكتب أدوية في السن الصغير ده. وبنعمل له بقى يعني جدول كده معين نعرف هو أكل إيه وهنضبطه في إيه، وهو بيتفاعل معانا بشكل قوي جدًا لأنه بيشوف تغيير، من أول أسبوع بيلاقي تغيير وبيلاقي تحسُّن، وكل البروتوكولات دي متاحة وموجودة عندنا وبننظمها هنا وبنعملها مع الطفل، وتحت أمركم في أي وقت. لو في أي أسئلة أو استفسارات إحنا تحت أمركم، سيب لي الcomment بتاعك هنا في التعليقات وأنا هارُد عليك بنفسي.